Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang berbahagia, berikutnya kita ikuti bersama tausiah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1438 Hijriah. Insyaallah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Tamdika Hasan LC. Dan hormat kasilat. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai satu dua kalimat dari tausiah yang berhubungan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari pada kesempatan yang berbahagia ini dan mudah-mudahan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan doa kita, di mana Bapak Gubernur tadi juga meminta kepada kita semua agar menyertakan doa dari kita semua. Dan doa ini selain untuk kita, juga kita hadiahkan kepada para syuhada yang merupakan korban dari gempa bumi di PD Jaya dan Kabupaten Birun, serta mereka yang kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang dicintai, agar Allah mengampuni dosanya dan meningkatkan derajat mereka, serta memberi kesabaran bagi yang tertinggal. Ala hatihin niyah, Allahumma balligh bisirrin min asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittala'a fi sama'in nubuwwati sirajan lami'an wa qamaran munira, wattala'a min ikmamir risalati thamaran yani'an wa zaharan munira. Tabaraka ismuhu wa tammat kalamuhu wa 'ammat ni'amuhu wa jammat hikamuhu wa jara bima kana wa bima yakunu qalamuhu. وأوجد الأنام من العدم وجعل الضياء والظلم وخلق اللوح والقلم وقدر الآجال والأرزاق والأعمال وقسم. أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره مستزيدا من نعمه مسترفدا، وأستهديه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، وأستنصره ولن تجد من دونه ملتحدا، وأستكفيه وله الحول والقوة سرمدا، وأستعينه ونعم المولى ونعم النصير مؤيدا، وأعتصم به وأستمسك بحبله، ومن استمسك به فلا انفصام له أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي شديد، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى،
عندها جنة المأوى وسمعا صريف الأقلام بالمستوى وكتب الرحمن اسمه على العرش إذا استوى وآدن باسمه في المبدأ في الأرض وفي السماء ويوم نشأة الأخرى فهو نبي وآدم بين الروح والجسد وأخذ الله الميثاق من النبيين له صلى عليك الله في عالم الأرواح سلم عليه الحجر والشجر ودر له درع الجزعة بالدرر وحن الجزع لفراقه حتى خار خوار البقر ودبع الماء من أصابعه ومن الأرض انفجر وانشق له القمر وكان يناغيه في مهده القمر وحيي له الميت وآمنت لدعوته أسكفت الباب وحوائط البيت صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة أبدية ما دامت السماوات والأرض ويوم التلاق وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وليوث العدا ولغوث الندى ما شهدت مثلهم بالخير مرور الأيام والشهور وما رأت قيانهم فيه الأعوام والدهور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلغوا الرسالة وأدى الأمانة ونصحوا الأمة بعد أنفسهم وكشفوا الغمة وجاهدوا في سبيل الله فأقام الدين وفتح البلاد شرقها وغربها بإذن ربهم مولى سبحانه وتعالى أما بعد فيا أيها الحاضرون لقد قال ربكم جل وعلا في محكم كتابه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز من قائل في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم وقال جل مولى عز وجل في آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى في سورة أخرى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله العظيم يقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بدء نبوته فقال أنا نبي وآدم منجدل بين التراب والطين فقال في رواية أخرى أنا نبي وآدم بين الروح والجسد صلوات الله وسلامه عليك ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Gubernur yang kami muliakan dan kami hormati, Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta seluruh anggota, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, guru kami yang mulia, seluruh jajaran SKPA, Bapak-bapak dari seluruh unsur pemerintah dan pejabat Provinsi dan Kota Banda Aceh yang kami muliakan, Bapak Sekretaris Daerah, juga penghormatan kepada
seluruh unsur yang hadir dari para undangan serta hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, para pendengar di rumah melalui siaran radio Republik Indonesia maupun Serambi FM ataupun siaran melalui Radio Baitur Rahman. Semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Maulid jamaah rahimakumullah, tentunya kita berbicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sungguh manusia di akhir zaman ini tidak akan mampu menceritakan kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara konkret dan sempurna karena keterbatasan pengetahuan kita. Apalagi Nabi sudah mengatakan sebelumnya bahwa sebaik-baik kurun adalah kurunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian adalah masa abad setelah abad para sahabat, yaitu abadnya para tabi'in. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan pula bahwa abad yang terbaik setelah kedua abad ini adalah abad tabi'in. Sidang jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kita tidak sanggup untuk menceritakan kisah ini?